السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد كده كتير 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 كتير. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم على كلامكم الجميل اللي بتشجعوني بيه ولايكاتكم وكومنتاتكم. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. النهارده بقى ايه؟ قلت هدعبس كده، هنعمل غدا سهل كده وسريع. تمام. فلقيت عندي شويه الحاجات دول، فقلت هيطلعوا ايه؟ نطلعهم كشري. معروفه الاكله المصريه الاصيله، بس قلت بقى مش عايزه اعمل مواعين ولا اسلق ولا اعمل. فهنعمله النهارده بطريقه حلوه جدا، طريقه سهله جدا وبسيطه، ومش هتاخد مننا وقت، يعني ساعه زمن، اقل من ساعه زمن، هو مجرد تشويح وخلاص على كده. شكرا. معانا طبعا الاساسي الصلصه، معانا طبعا ما بستغناش عنها من الفريزر. ومعايا، بص انا عامله كوبايات، يعني كوبايه وكوبايه كوبايه. طبعا نوع المكرونه نوع الرز اللي تحبيه حطيه. انا حاطه كوبايه من دي اللي هم الصغننه خالص بتاعت التحمير دي، زيها كوبايه شعريه، زيها كوبايه رز. انا مش عايزه كميات كتيره لان ما شاء الله الكشري ده بيرمي كتير، فانا مش عايزاه يبقى كتير قوي ويقعد. تمام. يبقى ايه؟ كوبايه 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 او نص كوبايه زي ما تحبي، يعني اللي بتحبي الرز اكتر زودي، بتحبي المكرونه اكتر زودي، اللي تفضليه. وهاخد برضو شويه من المكرونه القلم دي. تمام. في المكرونه اللي هي المعوجه دي كمان، حابه تحطي منها ماشي، الخواتم حابه تحطي منها ماشي. ده بصراحه اللي لقيته عندي اللي اتبقى كده، وقلت هعمل ايه الوصفه الحلوه دي. برضو عندي العدس، برضو كل عملت فيه ايه؟ ده انا لا سلقته ولا حاجه، ده غسلته حلو قوي ونقعته في ميه سخنه لمده ساعه. نفش كده بقى عامل زي كده، وكان نص كوبايه بس، انتوا عارفين طبعا العدس بيزيد. بقى من المنظر ده. نقيته كويس وغسلته شطفته ونقعته في ميه سخنه لمده ساعه. طلع عندي من المنظر ده. طبعا عندي بقى ملح، فلفل اسود، كزبره وكمون وخل عشان خاطر الدقه، وليمون هجيبه من التلاجة، والثوم. تمام. عشان ما نتوهش من بعض. عندي هنا عملت التقليه اللي عملتها معاكم قبل كده. بصوا شكلها عامل ازاي، سامعين الصوت بتاعها؟ انا دي بجيب البصل، اعمله في المبشره او خرطه جوليان رفيع خالص، وبقليه في الزيت. لا بحط عليه ملح ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، بيطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا بصفيه على مناديل مطبخ، ما حبيتش اجيب الخطوه دي معاكم عشان خاطر ايه؟ ما اطولش عليكم ويبرد بس كده. بس اهم حاجه يعني ايه؟ توزعيه كده بعيد عن بعضه، عشان خاطر اسمها ايه، يتفرفط كده بعيد عن بعضه. فاهم؟ ما يبقاش مكلكع كده ويعجن ويبقى مش حلو. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي بايه؟ انا عندي هنا دي الحله، شويه زيت حلوين كده معتبرين، نمشي كده شويه اهو. ديت حطيت فيها شويه زيت حلوين كده وقليت فيهم البصل. تمام. طب بعد ما قليت البصل بقى، طلعت البصل وقلت بقى هعمل فيه بقيه الكشري بقى كله في الحله ديت. هيطلع احلى حله كشري هتعمليها. اول حاجه هنزل بيها المكرونه عشان اعرف احمرها كويس. مش هنزل بالشعريه لان الشعريه بتتحمر بسرعه، تاخد وقت بسرعه، فانا هنزل بالمكرونه الاول. تمام. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز، هنحمر دي. بصوا شويه صغننين ازاي، بس تعالوا بقى شوفوا الشويات الصغننه ديت هتعمل ايه. هنروح على البوتاجاز، ابتدي احمر فيها ونرجع تاني مع بعض. بصوا يا حبايبي، انا حطيت المكرونه على النار تتحمر، وانا ايدي فيها كده قلت اعمل ايه؟ الصلصه معايا. جبت هنا كزرولة، حله، اي حاجه، حطيت فيها معلقتين زيت من اللي كانوا في الحله وشويه توم كده حلوين. طبعا صلصه الكشري معروفه بالثوم، هي اللي بتديها النكهه والطعم. هحطها على النار كده عشان الثوم متفرز، ياخد كده التشويحه بتاعته، اصفره ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، الثوم عندي بتاع المعلقه سخنت، مش نسيت خالص. بصوا سخنت كده معايا وبقت زي الفل. هعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بمعلقه كده كبيره من الكزبره حلوه كده، واقلب. انا مش عايزه طبعا الثوم ياخد لون عشان خاطر ما يمررش معايا، يعني ايه، يصفر. بس دايما الثوم في اي اكل كده بصوا بالشكل ده كده. هنزل عليه بقى ايه؟ بالخل بقى، انا عشان خاطر ايه؟ بحب زي الفل. اقلب كده، ريحه الخل تطلع. انا عندي المكرونه هنا، تعالوا نروح عندها اهي، بتتحمر وتاخد اللون الذهبي بتاعها. خلاص كده قربت.
هبتدي بقى انزل بالملح. تمام. والكمون، شويه كمون كده حلوين برضو، شويه صغيرين فلفل اسود. هو الكشري ما بيحبش الفلفل الاسود، بس انا هحط شويه صغيرين كده. هنزل بقى بمقدار الطماطم، حوالي نص كيلو طماطم كده ضرباه، او كيلو طماطم ومصفيه. تمام. دي طبعا عشان عندي متسبكه ومتصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل كده. خلصنا من الصلصه واحنا واقفين مع بعض بنرغي اهو. خلصنا الصلصه، ما خدتش معانا وقت كده. تمام وزي الفل. تاخد غلوتين ونرجع تاني. بصوا يا حبايبي، خلاص المكرونه، بصوا اللون بتاعها الفظيع ده كده حلو قوي. انزل بقى بالشعريه. طبعا الشعريه هتاخد السخونيه وهتلاقيها لونت معاكي على طول، يعني ما تسيبيهاش بقى، يعني الشعريه ما تتسابش. بصوا ده اللي انا بقول عليهم. الشعريه تاخد لون. انا وديت خلاص الصلصه ورا، تاخد الغلوه بتاعتها وخلاص. الشغل كله بقى هيبقى في الحله دي. شايفين المنظر؟ بصوا الشعريه ابتدت على طول تاخد اللون. طبعا انا مش عايزاها تسيبها عشان خاطر ما تحمرش وتمر. هنزل بالوقت ده بسم الله وهي بتاخد اللون كده. هنزل بالرز. انا بحب اعمل يعني رز مكرونه في حله اكبر عشان ابقى مرتاحه في التقليب. بصوا بقى المنظر، بصوا عامل ازاي، اللهم بارك. زي الفل. هديها كده تقليبتين، الرز يتحمر معايا ويبقى زي الفل، ونرجع تاني. بصوا حبايبي، خلاص الرز خد التشويحه بتاعته في الزيت. بصوا شايفين الزيت كتير ازاي، عشان خاطر المكرونه ما تعجنش ويلزقوا في بعض ويبقى ايه مش حلو خالص. هنزل بقى بالعدس. انا هسيب المكرونه الاسباجيتي اخر حاجه، لا هتتحمر ولا حاجه عشان ما تضايقنيش طبعا في التقليب. هنزل بالعدس عشان الميه بيطشطش طبعا. زي الفل والقلب. شوفي بقى الريحه والجمال. المنظر اللهم بارك. هبتدي بقى انزل بالملح. بسم الله. ملح طبعا على قد الكميه دي كلها. هنزل بقى، بحب بقى بهاره بالكمون والكزبره، والتكه بتاعتي بقى كمان بحط لها فصين توم. انا هجيب التوم بس يا حبايبي. بصوا بقى جربوا ايه فصين التوم مع التشويح، بيفرق في طعم الكشري ده جامد جدا، بيديه طعم كده واو. نقلب خلاص كده كله امورنا زي الفل. اقلب بس البهارات مع الثوم اشم ريحتهم، وانزل بعد كده بالمكرونه. اخر نوع معايا بقى المكرونه الاسباجيتي. خلاص يا حبايبي هجيب المكرونه. بس انا المكرونه في الكشري بقطعها على 3 او بكسرها على 3 بحيث ان هي تبقى سهله في الاكل على قد المعلقه. خلاص يا حبايبي حطيت كميه المكرونه اللي انا عايزاها. طبعا قلت لك دي حريه شخصيه، ان انت عايزه تزوديه زوديه. طبعا احنا كده مش هنعرف نقلب طبعا عشان المكرونه، بس ممكن نعمل ايه كده. الله الله على الاختراع. طبعا هي مش هتتحمر المكرونه الاسباجيتي ولا حاجه، بس ايه بنديها تشميعه كده مع الزيت. بصوا بقى المنظر والريحه بتاعت الثوم والحاجه كلها تحفه. هديها كده ايه دقيقتين بس كده تتشمع المكرونه ونرجع. بصوا حبايبي انا كده خلاص اموري زي الفل. هنزل بقى بالميه المغليه. عايزه تحطي مكعب مرق حطي، عايزه تحطي شوربه، بس طبعا الكشري ما يتحدش، هو ميه والبهارات بتاعت الكشري عشان ما نغيرش في النكهه بتاعته بس. طب احنا هنحط مقدار ميه قد ايه هوريكم دلوقتي، اكنك زي ما بتسوي الرز بالظبط. ما تقوليش لا المكرونه مش هتستوي ولا الكلام ده، لا هتستوي وهتبقى زي الفل. نغطي الرز بس عشان خاطر ما يعجنش، ما نكترش عشان خاطر فيها رز والرز ما يعجنش معايا. تعالي بس كده ما تجريش. زي الفل. بصوا كده مقدار الميه
كده حلو جدا. طبعا العدس هيكمل السوا بتاعه، هو مستواش اصلا ان انا نقعته بس. تمام. والمكرونه والرز كل ده هيتشرب بقى من بعضه من البهارات والثوم اللي حطيناه، وهيبقى زي الفل. بصوا كل حاجه اصلا من قبل ما يستوي كل حاجه في حته، مفيش حاجه ماسكه في حاجه. تمام وزي الفل. خلاص احنا كده خلصنا، يعني شفتوا اسهل من كده. ده هسيبه كده على نار عاليه لحد ما يتشرب من الجناب زي تسويه الرز العاديه، وهدي النار خالص واغطيه. هياخد معايا بالظبط من ربع لتلت ساعه. تمام. اول 5 دقايق كده بيغلي زي ما انتم شايفين. لازم تكون الميه مغليه عشان ما يعجنش معاكي، ما ينفعش في دوت تحطي ميه ساقعه. وعندي كمان هنا اهو الصلصه ما شاء الله تبارك الرحمن، خلاص جدت الغلوه بتاعتها. هقفل خلاص كده عليها لان اصلا عندي الصلصه متسبكه، مش هحط خلاص حاجه تاني. حابه تحطي شطه، حابه تعملي شطه زيت، اللي تفضلي. انا عشان عندي اطفال ما بنحبش الشطه فما بعملش الشطه الزيت. حابه تعملي الشطه الزيت تحطي معلقتين شطه كبار كده في معلقتين زيت كبار وتشوحيهم وتنزلي بكوبايه صلصه بس. خلاص كده دي الشطه الزيت. والدقه طبعا عملناها مع بعض. انا هعملها عشان خاطر ما اطولش عليكم، هي سهله خالص. توم وليمون وكمون وكزبره وملح بس. انا بعملها على البارد. بصوا خلاص ابتدى يتشرب معايا. بصوا المنظر ابتدى يتشرب معايا، والريحه مش قادره اقول لكم، ريحته تحفه بجد. جربوا دوت هتنسوا التاني خالص. خلاص بصوا ابتدى، والمكرونه خلاص ابتدت تتفر معايا هي السباكيتي وتدخل جوه الحاجه. هوطي بقى النار واغطيه، وبعد ما يستوي هوريكم شكله في النهايه عامل ازاي. بصوا حبايبي كده الكشري معايا، بصوا بقى زي الفل. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شايفين مفرفط خالص ازاي، لا عجن ولا حاجه. وبصوا بقى الكوبايه اللي عملناها من كل حاجه ما شاء الله عملت ازاي، كل حاجه استوت وبقى زي الفل. نغرفه بقى معانا كده في الطبق ونشوف بقى ايه عايزين ندلعه بقى. احنا عايزين بسم الله الرحمن الرحيم نغرفه كده بسم الله. شايفين بينزل ازاي ما شاء الله تبارك الرحمن. المكرونه السباكيتي بصوا تمام كده. وعملت كمان الدقه الخطيره، بصوا شكلها عامل ازاي. دي عملتها ازاي، توم ليمون خل كمون كزبره شويه شطه كده حلوين، وزودتهم نص كوبايه ميه. هظبط كده الطبق المنعكش دوت ونرجع تاني اوريكم بقى شكله في النهايه. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت الوصفه بتاعتي، بس انا حبيت ادلعها كده زي ما انتم شايفين. عملت لها شويه عيش كده مقلي بشويه وبهارته زي عيش التوست اللي بنجيبه من بره بالظبط. عيش شامي وبهارته وتوم باودر وبصل باودر وكمون وكزبره وملح، طلع بالقرمشه واللون اللي انتم شايفينه ده، حاجه كده تحفه. وانا بحب اعمل معاها الكبده الاسكندراني، عملتها قبل كده معاكم. وطبعا التقليه بصوا يعني طبق فاخر من الاخر. وحطيت طبعا بصوا الصلصه اهي زياده، اللي عايز بقى يزود. وادي الدقه، احنا مش بنحب الشطه، انا مستكفيه بشويه شطه في الدقه بس. وصفه سهله وخفيفه، ما خدتش اكتر من ساعه في تجهيزها، كله في حله واحده وطلع بالشكل الخرافي اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى منكم بقى دعم وشير وسبسكرايب للقناه، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.